يطلع ايه فالنتاينز داي ده؟ هو ده فالنتاين، كان قديس عايش في عصر الامبراطوريه الرومانيه، وكان حاكم الامبراطوريه وقتها الامبراطور كلوديوس. في الوقت ده كان بيواجه الامبراطوريه تحديات كبيره جدا، فالامبراطور كان عايز ان هو يحمي الامبراطوريه باي شكل ممكن، وكان عنده اعتقاد ان الجنود العزاب اقوى واشجع من الجنود المتجوزين، لانهم ما عندهمش عيله ولا زوجه ولا اولاد يخافوا عليهم. فقرر الامبراطور كلوديوس ان يمنع الجواز بين الجنود. في نفس الوقت ده كان الامبراطور كلوديوس بيعبد الالهه الرومانيه، وبيضطهد المسيحيين وبيجبرهم على عباده الالهه دي يا اما يقتلهم. طبعا كل الظروف دي ما كانتش عاجبه القديس فالنتاين، وكان رافضها تماما، فقرر ان هو يتمرد على قرارات الامبراطور، وكان بيجوز الجنود في السر في الكنيسه عنده لحد ما اتكشف امره، فالامبراطور حبسه، فامر باعدام فالنتاين يوم 14 فبراير. بعد الحادثه دي ب 200 سنه اتحول يوم 14 فبراير ليوم عيد الحب، وبقى فالنتاين هو الراعي الرسمي للعشاق على مستوى العالم.